عمو جمال قصص للأطفال، كلها جمال كلها خيال. عمو جمال عمو جمال عمو جمال أبو سبوتة جاي يحكي لكم أحلى حدودة. عمو جمال أبو سبوتة جاي يحكي لكم أحلى حدودة. بس قبل ما أحكي الحكاية، سجدة عاوزة تقول لكم حاجة. تنسوش تحطوا لايك وتفعلوا الجرس وتشتركوا في القناة وتحطوا. بيقول لكم استنونا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أطفالي يا حبايبي، رجعت لكم تاني. وكان يا مكان ولا يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. حكايتنا النهاردة عن فيل كان وهو صغير أسد ظالم أكل مامته، والفيل قال شاف الأسد وهو بياكل مامته وقال أنا لازم آخد بحق ماما. وتعلم الكره وتعلم الوحاشة وتعلم كل حاجة سيئة، وكبر والأسد ملاحظه بكبير ضخم. الأسد قال له اطلع من الغابة بتاعتي، انت كلك حقد وكلك غر، واحنا صفينا من زمان وصلحنا. قال له انا مش هجيب حق والدتي. قال له والدتك ده امر طبيعي، احنا في الغابة اللي بيكبر بيتاكل، ده امر طبيعي والدنيا بتمشي. قال له لا يا مولاي. قال له اطلع بعيد عن الغابة. ساب الغابة بتاعته وسمع ان في غابة هناك من غير اسد. قرر ان هو يروح يهد بيوت الحيوانات كلها. كانت الحيوانات هناك عايشة في سعادة وفي سلام وبيغنوا بيقولوا احنا الاصحاب دايما احباب، قط وفار اسد وحمار غزال جمال اي حاجه اصحاب احباب، وكانوا عايشين في سعاده. دخل عليهم الفيل وحطم كل بيوتهم وطلع. بنوا البيوت تاني يوم حطم كل بيوتهم، لفت وبنوا البيوت. اتجمعوا مع بعض فضلوا يقولوا احنا هنعمل ايه؟ طيب ايه اللي هنعمله؟ طيب هنعمل ايه للاسد دوا للفيل دوا يا ربي؟ كلهم ما كانوش متعلمين. قالوا خلاص احنا امرنا لله، هو كل لما يجي يهد بيوتنا احنا نستخبى بعيد ونمشي. الفيل كان بيعمل الكلام ده في سعاده، كان مبسوط رغم ان هو اتظلم، المفروض يعدل، لا كان مبسوط باللي بيعمله، كان مبسوط بالفساد اللي هو بيجي بيدمر البيوت بتاعت الحيوانات الغلابه. والحيوانات الغلابه كانوا ساكتين لغايه ما في يوم من الايام حصلت حاجه. ترى ايه هي الحاجه اللي حصلت يا سيدة؟ فكري يا ابراهيم. الفيل بقى في بقى طيب. بقى طيب؟ فكري يا ابراهيم. في بن مالك؟ لا. جه ارنب. الارنب دوا كان سعيد، كان بيتعلم في الخارج وكان متعلم جدا. اول ما نزل لقي الحيوانات كلها حزينه وتعبانه. بعدين قال لهم مالكم؟ حكوا له حكايه الفيل. قال لهم فيل ايه اللي انتوا خايفين منه؟ عشان حجمه؟ قالوا له ايوه عشان حجمه. قال لهم لا، بالعلم وبالدراسه نغلب كل حاجه. قالوا له انت جاي ومتعلم؟ قال له ايوه. وعندك خطط؟ قالوا لهم ايوه. قال لهم تقدروا تدوني فرصه اسبوع بس انتوا من البيوت بتاعتكم، اسبوع واحد. عطوله فرصه اسبوع. بعد اسبوع طلع الارنب فرحان وسعيد
وقال لهم انا جبت لكم الخلاص. قالوا له بجد يا ارنب؟ قالوا له ايوه بجد. قالوا له ايه هو الخلاص؟ احنا هنخلي الفيل ملك علينا. قالوا له اللي انت بتقوله ده هو ما كانش ملك وكان يروح يهد بيوتنا ويرجع. قال لهم احنا هنخليه ملك. قالوا له لا يا فيل، لا يا ارنب، احنا مش عاوزينك تبقى كده، امشي بعيد عن علمي اللي انت بتقول عليه. قال لهم اصبروا انا عندي خطه. قالوا له ايه هي الخطه دي؟ الخطه استنوني لحظات وهرجع لكم على هم. القرد قال لهم الارنب قال لهم بصوا احنا هنحفر حفره كبيره قوي ونغطيها بورق شجر وحاجات كده خفيفه بحيث ان ان الفيل يجي يقعد عليها يسقط. قالوا له طيب انت متاكد من الكلام ده؟ هو يخش ازاي؟ قال له احنا هنروح نقول له تعالى بدل ما تهد بيوتنا تعالى نبني لك بيت ونبني لك مكان، المكان دوا يكون ليك ايه؟ يكون ليك كرسي زي عرش كده. مين اللي هيروح؟ قال له روح انا. راح الارنب كده ولبس لبس حلو وراح للفيل واتكلم معاه. قال له مولاي الفيل اضخم واعظم حيوان في الغابه، مولاي الفيل العظيم، احنا جامعينك وجايين نقول لك تبقى ملك، وبدل ما تروح وتيجي اقعد في الغابه وهد بيوتنا براحتك. الفيل انبسط. قال له بجد؟ قال له يا مولاي يا فيل احنا مش يا مولاي الفيل احنا مش هنقدر عليك وما عندناش اسد. قال لهم تمام. خدوا الفيل وبنوا له كرسي كده كانه عرش وقالوا له اقعد عليه، وقالوا له يا فيل احنا عاوزين ايه؟ نحتفل، بس ما بنقدرش نحتفل الا في مكان معين. يا ترى ايه هو المكان المعين اللي بيحتفلوا بيه يا سجدان؟ المكان ايه؟ لا هم عملوا حاجه. الحفرة. مكان الحفره يا ابراهيم. مكان الحفره هم قالوا له ده مكان حلو ووقفوا الفيل في النص. وهنقول يا فيل انت من عددنا اللي يبقى ملك ينط 7 نطات زي ايه؟ زي الدبدوبه، بس احنا بدل ما نقول يا فيل نقول يا دبدوبه، نط نطه يا دبدوبه. قال لهم مفيش مشاكل، يلا يا مولاي عشان تبقى ملك تنط 7 نطات ونغني معاك. غنوا معايا يا ولاد. نط نطه يا دبدوبه، هم هم نطه كمان، هم هم وعشان خاطري نط يا شيخ 7 مرات. عدوا معايا، عدوا النضات. 1 2 3 4 5 6. وقع الفيل في الحفرة وانكسرت رجليه وانحشر في الحفرة. قال لهم طلعوني. وقف الأرنب وقال نطلعك ايه عشان تهد بيوتنا؟ سلام. الأسد زمان أكل منطق عشان كانت وحشة وكانت بتضر الناس، ودلوقتي يا فيل انت خد جزاءك. شالوا الأرنب وقالوا له يحيى الأرنب، يحيى الأرنب، يحيى التعليم، يحيى التعليم. عاشت الحيوانات في سلام وأمان، والأرنب أنقذهم وعرفوا قيمة العلم، ودوا ولادهم يتعلموا في كل مكان وهم كمان يتعلموا وعاشوا في أحلى سعادة بالعلم. تعمل كل حاجة بالحلم تحقق المعجزات، تحقق اللي جاي وتحقق كمان اللي فات. العلم نور مش غرور. استنوني وما تنسوش سجدة هتقول لكم حاجة. ما تنسوش تحطوا لايك وتفعلوا الجرس وتشتركوا في